السلام عليكم. احب اعرفكم على صديقة الطفولة شوكولاتة جيرسي. فاكرين الاعلان بتاع زمان اللي هو بتاع بستك 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 ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو. كل لما اعمل الشوكولاتة دي افتكر الاغنية بتاعت زمان، على الرغم اني ما بحبش جوز الهند ابدا المبشور على اي حلويات، بس نيجي عند الجيرسي وستوب ما اقدرش، دي بالذات بحبها جدا. انا بعملها من سنين بنفس الطريقة، مش بغيرها ابدا من حلاوتها، بمكونين اتنين بس ومعاهم شوية شوكولاتة. يلا بينا نبدأ على طول. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي اني ام الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. احلى حاجة في الوصفة دي انها من غير معيار محدد، يعني اي كمية عندكم هتتعمل عادي. نجيب اي كمية من جوز الهند المبشور، وهنحط عليهم حليب مكثف محلى، وده انا عملته لكم قبل كده في فيديو لوحده موجود على القناة وموجود برضو على صفحة الفيس. شايفين ده؟ انا لسه عاملاه حالا في الخلاط، مش بياخد اي وقت خالص. عملته في فيديو قبل كده بطريقتين، اختاروا الانسب ليكم، مرة بالحليب العادي ومرة بالحليب البودرة. بحطه منه شوية بشوية وبقلب لغاية لما بحس انه خلاص كده بتتشكل معايا بسهولة. نعجنها كويس قوي لغاية لما تمسك كده ببعضها. وبعدين بنشكلها صوابع مستطيلة كده، ما نخليهاش تخينة علشان تبقى خفيفة كده واحنا بناكلها زي بتاعت زمان بالظبط. وبعدين هسيح شوية شوكولاتة خام على حمام مية سخنة، وبغطس فيها الصوابع. المفروض اني بدخلها التلاجة تتماسك كده شوية وتسقع، بس على مين، ما بقاش انا لو استعجلت وابوظها. انتوا بقى دخلوها التلاجة علشان تمسك نفسها شوية وما تتبهدلش منكم. بعد ما غطستها في الشوكولاتة هحطها على ورقة زبدة لغاية لما الشوكولاتة تمسك كويس. حاولت اعمل لها شكل كده من فوق زي الجاهزة، بس بما ان الجو ساقع تلج فالشوكولاتة بتتجمد بسرعة فما لحقتش. بعد ما جمدت هسوي الاطراف بتاعتها بالسكينه بالراحه علشان تبقى شكلها حلو. طبعا الشوكولاته اللي بتنزل الباقيه ديت مش بتترمي خالص، انا بجمعها وبحطها في كيس وبشيلها في التلاجة بستخدمها مره تانية، خصوصا لو حد هيعملها في مشروع حلويات يبيعها، او حتى لو هنقدمها هديه كده لحد بنحبه. وبس خلاص، مفيش اسهل ولا احلى من كده. وبرده ما نكترش وناكل في اليوم الواحد كتير منها علشان نحافظ على صحتنا. ودمتم بالف خير، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.